الطف شويه. عارفين مثلا الرامات والهارد والكلام ده بتتقاس بايه؟ بالجيجا، صح؟ طب انت ليه ما فيش عندك رامه 5 جيجا؟ ها؟ ليه ما فيش عندك رامه 3 جيجا؟ ليه في 2 وفي 4؟ ليه ما فيش 3؟ ايه؟ طب اقول لك على حاجه تانية. عارفين كروت الميموري؟ لما كنا بنشتريها زمان كان يقول لك جيجا او 2 4 8 16. كان بيمشي بتسلسل كده، يعني ليه 16؟ يعني ليه ما يبقاش 15 جيجا؟ ها؟ عشان ده كان بيختلف في السايز، ان السايز عندنا هو البايت الواحده جواها 8 بت، ال 8 بت دول بيتحسبوا بناء على ايه؟ بص يا سيدي، هو بيبدا السايز معاك هنا من واحد، تمام؟ بتبدا تضاعف الرقم ده نفسه. ضعف الواحد كام؟ 2. ضعف الاثنين 4. ضعف الاربعه 8 16 32. يعني كان ليه 32؟ مش معنى الاثنين دي جت منين؟ ما هو علشان 32 ضعف الكام؟ ضعف ال 16. 64. 124 تقريبا. 128. تمام لحد كام؟ 255. طب انت هتعرف اصلا الجيجا فيها كام؟ فيها كام بايت؟ ها؟ 1000 ولا اكتر؟ يعني احنا قلنا دلوقتي ان الجيجا هي عباره عن مجموعه من البايت، صح كده؟ الجيجا دي اللي هي 1000 يعني. هي فيها 1000 بايت؟ لا، هي فيها 1024. لان انت لو فضلت ماسك ال 28 دول، ما هو 28 256. تمام. فاكرين الهاردات زمان كانت بتنزل اقل من جيجا، والرامات كانت بتنزل اقل من جيجا، فاقول لك مثلا ده مساحته 256. وبعد كده الايه ال 512. بعد كده الجيجا كام بقى؟ 1024. فهو في الحقيقه الجيجا مش 1000، مش 1000 بس احنا تسهيلا بنقول ان هي 1000. تمام، بس هي المفروض ان هي كام؟ 1024. تمام كده.